زيارة مصر بتبقى تاريخ يعني غير متوقع، بيبقى رصد ليك يعني على أساس نقدر نسجل، نقدر نشوف ذكرياتنا من الإسعاف، من تاريخ مصر العظيم، من الشوارع الجميلة، من طبيعة البشر، من دار القضاء العالي. عظيمة يا مصر. السلام عليكم. صور يعني ذكريات على اساس نسجلها في الفيديو. اتفضل معانا، تيجي معانا صوت. في سلام. معك مصر تقرب بحنو، أنا أحب الحضارة سيما يا مصر. طبعا لما بنيجي مصر بيبقى لينا اكتر من يعني حاجه، وبصراحه بنبقى متحركين فيها على اساس العشق القديم، تراثك يا مصر، حبك لبلدك، وانك انت نازل تشوف الاماكن اللي كنا يعني زمان لما كنا نيجي نروح الاسعاف دي، فرق شاسع. ودلوقتي انك تسيب الاسعاف وطالع في اتجاه ميدان التحرير، وبتخيل المتحف المصري واضح قدام حضرتك هيبتدي يظهر. ونقعد نسجل تاريخنا. وأظن يعني كان هنا المفروض كان في جمعية الشبان المسلمين، والمفروض هنا احنا عندنا بأكاديمية السادات، وهنا برضك الحمد لله قدمنا على الامتداد. يعتبر المتحف المصري اللي هو يمكن بيحتوي على أعرق الحضارات في مجموعة كبيرة جدا. وطننا. تسلم يا غالي، ألف سلامة حبيبي، الله يخليك. يا غالي منكم واللي عملتوه. يلا اوكي. ألف سلامة حبيبي، شرفتني. الطبيعة بتاعته واللي يعتبر ما شاء الله من أعرق الحضارات اللي هي. اتفضل يا غالي، تسلم لي. فظيع شعبنا والله، كله ابن نكتة، ويهوى التعليق والضحك والكلمة الحلوة. الإنشاءات في مسبيره على قدم وساق، بصراحة يحتاج حكاية لوحده. تاريخك يا مصر. لا أخفى عليكم سرا، أنا بعشق الأماكن دي وبحب المشي فيها، ولينا فيها بصراحة تاريخ، ويمكن حضارة، ويمكن زمن. كانت أيام ولت، كانت أيام وعدت. معروف المنطقة دي تقريبا منطقة معروف اسمها كده، وكان فيها زمان حكايات وحكايات لينا، وأيام الصبا وأيام الشباب، وصولات وجولات. ناس كتير عجزت، وناس ماتت، وناس عايشة. يا عليك يا بلد، الله عليك يا مصر. هنا على امتدادنا بيظهر متحف التحرير، اللي هو بيعتبر أيقونة المكان. المتحف ده بيحتوي يعني على كمية من تاريخ مصر، يعني صراحة أكثر من رائعة. بيتكلم عن فترات من أحقاب تاريخية، وبكمية آثار تحكي يعني الأجداد، وبتقدم مثال حي
في مجموعة موميات موجودة حقيقية داخل المتحف، ولها تذاكر ولها زيارة، وتتفاوت الأسعار، وهو تم ترميمه. إن شاء الله تستمتعوا معنا بالجولة دي في ما بين محطتين، ونقول ما بين محطتين الإسعاف والتحرير، وما بين دول بيدور تاريخ وحكايات كتير. خارجين علشان خاطر ناخد أتوبيس من محطة عبد المنعم رياض، والأتوبيس ده إن شاء الله اللي هنتحرك بيه إلى سوهاج أو نحجز، لأن بصراحة برضو في مخاوف من إني يكون في ضغط على السفر، عشان نعيد كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب يعيد علينا وعليكم بخير يا رب دايما. هنقطع الطريق تاني، ألف سلامة، ولا نعود بإذن الله، ولا نعود حتى لا يفضل. تعيش يا مصر. الحمد لله وصلنا إلى جوباس بإذن الله، بنلاقي تذكرة دلوقتي بعد ساعة، بعد 4، بعد 10. أملي في الله كبير إن أنا ألاقي تذكرة أتحرك فيها إلى سوهاج، والله المستعان بإذن الله. سيدي يا مصر. المشكلة اللي طلعت إن الأتوبيسات في الجباص أو السوبر جيت كاملة الحجز النهارده وبكرة، كاملة الحجز. يا عم أحمد عايز أرجع بلدي. عايز أرجع بلدي. يعني إيه الأتوبيسات كاملة النهارده وبكرة؟ خلي بالكم طبعا زحمة عيد والأتوبيسات كاملة العدد، مع إن أنا جيت بسهولة بس بدخل بصعوبة. كل ما نروح لحجز أتوبيس كامل، القطر مفيش، كومبليت. حاليا هنضطر نسيب ميدان أحمد حلمي، ميدان التحرير، وهنسيب شركات السوبر جيت الخاصة ب عبد المنعم رياض، وهنطلع على عبود أو أحمد حلمي، ونشوف هناك في شركات وفي موقف عبود. إن شاء الله بإذن الله نلاقي حل إن شاء الله، يا رب يسلم. يا جماعة عايز أرجع بلدي. يا سلام على حلاوتك يا مصر، بس عايز أروح. طبعا أنا ماشي في طرق لا عارف صح ولا غلط، بس أنا فاهم إني متجه على الميكروباص اللي هيودي على عبود. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. فيه لكم تاريخ يا جماعة والله. دام عزك يا وطن. يعني برضه احنا داخلين على محطة سوبر جيت الثاني، محطة رمسيس هنا، بس الشمس الصراحة قافلة المكان. هنحاول اهو بدأنا ندخل على محطة سوبر جيت، إن شاء الله نلاقي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده في حلقة جديدة من قناة جودي بابا. حبايبي برحب بكم واهلا وسهلا اعزائي واخواني واصحابي واخواني. بصراحه انا مبسوط جدا ان الحمد لله قدرنا بعد مشي وبعد طول تعب عشان نطمن جودي اللي كانت في انتظاري، وقلت لها بابا ان شاء الله هعيد رن عليه قلت لها ان شاء الله هنعيد سوا. بعد تعب وبعد ما وصلت المحطه بتاعت السوبر جيت دي في محطه رمسيس، وهي اتوبيساتها رنيت عليه بيقول لي انا معيش، مش لاقي قصدي حاجه عشان نروح عربيه كله كومبليت والحجز كامل لبكره. قلت له يا بابا كومبليت. قلت له يا بابا روح على محطة رمسيس يمكن تلاقي مكان يدل على الصعيد. سبحان الله اتسترت، وعند محطة السوبر جيت دي اتوفقنا الحمد لله
يعني يا أعزائي ويا حبايبي كده بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في حجز تذكرة لمحافظة أسيوط. وصلناها وخدنا التذكرة والحمد لله الأتوبيس كان وشايفين كويس. الناس نظيفة. وركبنا عشان نروح بلدنا، وإن شاء الله نقول لأصحابنا إن شاء الله نلتقي بيكم في فيديوهات تاني. وكل سنة وأنتم طيبين والعيد عليكم بخير يا رب. العيد اللي وإن شاء الله يا رب تكون على جبل عرفات وفي حجة زي اليوم ده إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.